في العاصمة الإيرانية طهران أحيا الآلاف من أهالي المدينة ذكرى أربعينية استشهاد حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمام الحسين عليه السلام، حيث توجهت الحشود الشعبية ومواكب العزاء سيرا على الأقدام نحو مرقد السيد عبد العظيم الحسني عليه السلام في مدينة ري جنوب طهران. حبا لأبي عبد الله الحسين عليه السلام جئت أنا وعائلتي للمشاركة في هذه المسيرة الإلهية لكي نجدد بيعتنا مع سيد الشهداء في سبيل الدفاع عن العقيدة والمقدسات. يجب علينا وعلى جميع المسلمين وأحرار العالم المشاركة في هذه المراسم. أقل ما يمكن لدي هو أن أشارك في مراسم الماشية لأواسي سيدتي زينب عليها السلام بتلك المصائب العظيمة التي مرت بها في يوم عاشوراء. تحت السماء الممطرة وتيمنا بزوار الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء المقدسة، شارك في هذا المراسم عدد كبير من الذين لا يستطيعون الذهاب إلى تلك الأرض المقدسة لأسباب مختلفة، فيأتون من مختلف مناطق العاصمة طهران مشيا على الأقدام اقتداء بالمشاة الذين يمشون على طريق كربلاء المقدسة بهدف المواساة لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإحياء ذكرى تلك الواقعة المؤلمة عام 61 من الهجرة، حيث يردد المعزون المراثي الحسينية والشعارات الدينية للتأكيد على ولائهم الدائم للنهضة الحسينية والمقاومة ضد أعداء الدين والجماعة التكفيرية. جميع الفئات من الشباب والشيوخ والنساء والأطفال يشاركون في هذه المسيرة حبا للإمام الحسين عليه السلام وعائلته المظلومة رغم البرد والأجواء الممطرة في طهران. هذه المراسم تمتزج مع التراث والتقاليد الإيرانية إضافة إلى تقديم النذورات المختلفة واستضافة الزائرين. يستحضر الإيرانيون حقائق الدين ومعطيات التاريخ في أطر اجتماعية محلية يستمد منها مفاهيم الصمود والمقاومة ومنطق انتصار الحق على الباطل. علي كاشاني، العالم، طهران.